كتاكيتي الحلوين، كل سنه وانتم طيبين. ايام بتجري. بصوا انتوا كده المطه دي، تعالي كده وريهم كده المطه دي. شايفين الجمال والحلاوه؟ ايه الحلاوه دي؟ بص من الفرن على بقك على طول، لسه طالعه من الفرن حالا. مينفعش افوت يوم الا ما افطر معاكم. ينفع؟ لا. ذمتكم مش بوحشكم؟ على فكره احنا ممكن نلف الكاميرا ونجيب على فكره. زهقنا محاشي مكرونات رز وانا محتاره جدا. طب اعمل ايه بقى يا ولاد؟ اعمل ايه؟ قلت هي البيتزا. هي البيتزا. بصي كده منقذة. بصي سايبه الصينيه وحلوه ازاي. تحفه. بصي انا عايزاكي تقربي لهم هنا خالص. شايفين العظمه؟ شايفين الجمال؟ ايه الحلاوه دي؟ قولوا لي بقى دي لو هتجيبوها من بره هتجيبوها بكام؟ ولو عيله مش فرد واحد هيجيبوا طبعا كام واحده؟ يعني انا اصغر واحده دلوقتي تقريبا 200 جنيه يا ولاد. وما بتشبعش. ليه تجيبوها ب 200 جنيه لما ممكن تعملوها ب 300 جنيه؟ ياد دايما تطلع كده تفضحني قدامهم. لا طبعا احنا عاملين ستريبس وعاملين تونه وعاملين جبن ومكلفين وعجينه حلوه جدا ومتكلفه، ومش بالمبلغ اللي كنا هنجيبه من بره خالص. ده حتى العصافير صحيت على الريحه. يا ماما العصافير بتعشق اي حاجه من ايدين ماما. بصوا انا مش عارفه اطلعها، سخنه جدا. وقفي لما انطق. وانا رايي اياد ليه تشتروها ب 200 جنيه لما ممكن تعملوها بكام يا اياد؟ 300 جنيه. ب 300 جنيه. شايفين؟ ومالنا ستريبس. ايه رايكم؟ شكلها تحفه. لا وريحتها. ده اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت جيت؟ انا جيت بصراحه، الريحه جابتني. انت جيت؟ الريحه جابتني والله. وعاملين هنا برضو بالتونه تغيير كده يا جماعه وتنويع. هو مش لازم كل يوم بقى رز وخضار. مش عارفه انا فرهده كده. لا حاسه ان احنا معدتنا تعبت من اول النهار. ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي. انا حصل لي امبارح موقف مش لطيف خالص في المطبخ ساعه السحور. موقف كده يعني. الحمد لله. السكينه بدون اي مقدمات انا واقفه بغسل شويه اطباق كده وحاجات، قلت ايه اخلصها قبل السحور. مش عارفه ازاي يا جماعه نازله بوزها كأن حد جابها وراح عاملها كده، راحت نازله في رجلي، راحت نازله واقفه. فاهمين يعني؟ كمل انت بقى. صعبه وبعدين زرقت وطلعت دم بقى مش فاهمه ازاي برضه. وقعته سكينه كمان خفيفه مش سكينه كبيره. المفروض تنزل مثلا في تقع الحجم على ده. جنبها. هي سكينه خفيفه تقع عادي، تيجي يمين تيجي شمال. دي نازله واقفه في رجلي كده كأن حد حادفها. كأن حد بصوا جايبها حاططها في رجلي كده. فانا مش فاهمه في ايه. فخير بقى الحمد لله. تعالى كده قرب. انا بس عايزه اوريهم العجينه حلوه قوي. بصوا سايبه الصينيه ازاي. ايوه سايبه الصينيه خالص. عملت لهم كده بالتونه وعملت لهم بالستريبس، ولسه في واحده جوه على فكره زياده في الفرن. قلت تنفع في العشاء، تنفع في السحور، تنفع في اي حاجه. ايوه ما شاء الله كيلو دقيق واحد مطلع معاكي. في لسه صينيه رابعه جوه، 4 صواني، وتعمليها لاولادك في البيت بكل حب وبكل نظافه وباقل تكلفه. من بره هتغاليه جدا. يعني علشان اسره مثلا مكونه من 4 افراد تجيب بيتزا دلوقتي عايزه لها 1000 جنيه. اقل حاجه 1000 جنيه. ده اقل حاجه. ولوزه بتقول لك اقل حاجه. صح يا لوزه؟ صح. الصوبيا المسلة بس عاملينها النهارده كده ايه بطعم الفراوله. زي ما بدوق اول ما ادوق خطيره. انا أيوة. شوقتيني. صوصاتنا بقى والشيبسي. انا قلت مش لسه هحمر بطاطس. ويلا بينا بقى ايه نروح نفطر. وزعلنا منكم كومنتات مش زي الاول خالص. فين التشجيع؟ فين الناس اللي كانوا قاعدين يقولوا لي ارجعي يا ايمان ارجعي يا ايمان؟ فين الدعم بقى كده والتشجيعات الحلوه؟ بلاش تتفرجوا في صمت. انا ناس كتيره جدا حبايبي قابلوني يقول لي بنشوف وبنتابع ومبسوطين بيكي. طب انتوا فين يا جماعه؟ عرفوني حتى ان انتوا بتتابعوا وبتشوفوني. اثبتوا وجودكم. نقطه في تعليق مش هتفرق معاك. انا في ناس ما تخيلش ان هم اساسا عندي على الصفحه الاقيهم مقابليني وبيشوفوني وبيحبوني. طب انتوا فين؟ دعم بقى ولايك كده وتعليق حلو. ويلا بينا بقى نفطر عشان الجماعه خلاص ايه انا جوعت سخنه قوي. ويلا بينا وهرجع لكم تاني في فيديوهات كتير قوي. يلا باي باي.